السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على اللاعب الجزائري المتألق في الملاعب الأوروبية، الدولي الجزائري أنيس حاج موسى. يواصل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى التألق مع فينورد الهولندي بعدما ساهم بشكل مباشر في فوز فريقه الأخير على تيلستار بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 14 من الدوري الهولندي. النجم الجزائري أظهر شخصية قيادية عندما ارتدى شارة القيادة وسجل هدف الفوز، كاسرا بذلك سلسلة النتائج السلبية للفريق، ومثبتا أنه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب روبن فان بيرسي الذي أشاد بأدائه واصفا إياه بالمتوازن والناضج. البعض بدأ يلقبه بخليفة رياض محرز في الدوري الهولندي. اهتمام مارسيليا يتصاعد. تألق حاج موسى وضعه على رادار العديد من الأندية الأوروبية، وأبرزها أولمبيك مارسيليا الذي وضعه على رأس أولوياته الشتوية بطلب من مدرب الفريق روبرتو دي زيربي. إدارة النادي الفرنسي ترغب في ضم جناح قادر على إحداث فرق في الخط الأمامي، خاصة مع الحاجة إلى تعزيز الفريق قبل فترة الانتقالات. صفقة صعبة التنفيذ رغم رغبة مارسيليا القوية، إلا أن انتقال اللاعب ليس سهلا، ففينورد يرفض التفريط في نجمه هذا الموسم، خاصة أن عقده يمتد حتى عام 2030، ما يمنح النادي الهولندي قوة كبيرة في التفاوض. المصادر الإعلامية الهولندية تشير إلى أن النادي لن يقبل بيع اللاعب بأقل من 35 مليون يورو، وهو رقم قد يشكل عائقا ماليا أمام مارسيليا رغم احتمال اعتماد صيغ دفع مرنة. توقيت حساس بسبب كأس أفريقيا. تعقد الصفقة أكثر بسبب اقتراب مشاركة اللاعب مع منتخب الجزائر في كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، مما يعني غيابه عن فريقه الجديد لأسابيع.